السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايح المعادي لمستر سامر، الراجل اللي عملنا معادي الأردني. فهروح هنشوف الدنيا وصلت لغاية فين في الإيفنت، بعد كده نطلع على أكتوبر لعمرو. رب يكون بس الدنيا خفيفة والمواصلات لأن من المعادي لأكتوبر مش عارف أعمل هنشوف. يلا بينا. كل 3 ايام وصل 70 جنيه ماشي. هو اللتر دلوقتي كمان بنزين 80 عمل عمر هناك. نركب العربية اللي جاية دي. وصلت متأخر جدا. بنسى على النضارة أنا في الأسانسير. السلام عليكم. اتفضل يا باشا. هنصلي ثم نعمل ميتنج بقى. اخرنا جدا. نبدأ ميتنج ان شاء الله. ميتنج لسه ما ابتداش. هنبدأ النهارده الساعة 7 يعني كنسل الموضوع ونأجله شهر 2 بقى. كنسل. ده يبقى شغل عادي. السيرفيس تدفعه من الكريدت كارد بتاعتك او شيء اونلاين، بتفوت على موقع داخل الشغل الامريكيه، بتدخل رقم نموذج القوه. انا عايز الكوست، عايز الفيس كلها بالمصري كام. الحمد لله خلصنا ميتنج. ايه ده؟ من المعادي فيش لاكتوبر مره واحده، فهنركب ننزل مرتين هرم تاني عند بيتي، وبعد كده ارجع تاني هركب 6 اكتوبر. 5 ساعات ميتنج فيهم دروس مستفاده يعني عظيمه. ان انت لازم تبقى محضر الاكشن بلان بتاعتك عشان تعرف انت بتتكلم في ايه، والتايم لاين بتاعك محفوظ، عارف انت بتتكلم مع الناس في ايه، وعارف انت هتشتغل ازاي بدل ما تبقى تايه. تعمل ايه يا مجنون؟ هتاكلني ايه؟ يلا يا باشا. سندوتشات طيب ولا؟ زيك بالظبط. اصل انا مش مقرر يعني قرر ويقول لي. حسبي الله. وانت محتاج تقرر؟ لا انا معاك بالظبط. ها؟ انا الحمد لله زي بالظبط. بص خلاص انا سهلتها عليك، انا زيك وهو زيك. كنت جاي في العربيه ففي 2 قاعدين قدام، هو السواق وواحد بيتكلموا عادي، مره واحده اللي جنبه ده راح قلب وابتدى يسب الدين، فاهم؟ عمال يسب الدين جامد. فانا عمال اقول ايه؟ هو دلوقتي متنرفز وانا لازم اجيله بالراحه عشان ما يسبليش انا كمان. فرحت منادي عليه قلت له بص لو سمحت، ايه في ايه؟ مين بيتكلم؟ قلت له واحد من الركاب زيك عادي، ما تسبش الدين يعني، اعمل اللي انت عايزه بس بلاش سب دين. انا اسف، وعمل لي كده، فاهم؟ اللي هو ايه، افتكرت اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يغضب لنفسه قط، بس ساعه ما يجي الدين ما ينفعش. فعلا والله بتفرق جدا يعني. برضو حصل معايا موقف، انا رايح عربيه التجمع، السواق مشغل اغاني صوت عالي جدا وانا مصدع، فقلت له بعد اذنك بس لو توطي الصوت شويه، وانا كنت مشغل سامي يوسف وبرضو داخله جوه وداني الاغاني، فسامي يوسف فيه ساوند تراك، فانا مشغل قران، خلاني اقفل واسمع واديله حسنات يعني. فرق الاسلوب اللي هو ممكن انت يا باشا ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، فيقوم اتاك عليك انت كمان، زي ما عمر قال كده بالحكمة موعظة الحسنة. المهم بقى بيجي عليك وقت تحس ان انت البيئه دي مش بتاعتي، عايز تفتح مصحف، عايز تكلم حد انت بتحبه، اللي هو خدني من هنا شويه، عايز تروح تقعد مع ربنا، اللي هو
فانت وقت ما يجي لك اللقطه دي روح، لان انت تبقى عامل زي الكمبيوتر المهنج. لو ما روحتش هتفضل مهنج، تهنيجه شغاله طول اليوم. ايه؟ او الواحد اللي مش فاهم هو بيعمل ايه، زي اول واحد يقعد على الماك كده. اول واحد يقعد على الماء دي مصيبه. ده انا كنت بدور على الماني مفيش اي حاجه. احنا رايحين فين دلوقتي؟ الاستوديو الاستوديو. بردان جدي. ما احنا محتاجين هنعمل ايه هنا؟ هنعمل فيلم قصير جدا يعني قصير جدا. دقيقة ونص كده، دقيقتين حاجة كده ان شاء الله. حاجه قدام صح؟ نقعد نحضر له كده شويه. يعني المفروض يعني ياخد من شهر ل4 شهور كده ان شاء الله. بالظبط. في خلال ال4 شهور القادمة حاجه ان شاء الله تبقى على المستوى الفكري للشباب العصري. ودي الحتة بتاعت عبد الله. الحتة بتاعتي انا بقى ان هو يبقى على المستوى الانتاجي. الحتة بتاعت الشباب الامريكاني. شفت انت كده وي هاف ا ميكس. انت عارف الواد ده بيعمل ايه؟ تعالى اوريكم الواد ده بيعمل ايه. طب بس ايه الكاميرا بتعمل ايه؟ استنى يا عم بس. بترفع البتاع وتنزلها صح؟ بص بيحب يشوف الحوار ده. اللي هو الماك؟ اللي هو ان انت تقعد تطلع وتنزل كده. قاعد بيعمل كده من الصبح. ما تجيبش علينا. وعايز اوريك الفكره. ما هو اكيد جاب الصوره هحطه في الديسكربشن تحت. اول ما اتزنق في اي حاجه هحطها في الديسكربشن تحت. بص احنا عايزين نطلع برودكشن جديد. شفت انت مهم العالم؟ عارفه؟ ايوه يا عم. عايزين نطلع حاجه بنفس الكواليتي. بلس ان هو ما بيستخدمش موسيقى خالص، والمشهد ده كله تعبان. بص احنا بنستوعب كاميرا مثلا لا قدر الله. مفيش كاميرا. لا احنا بنتلسعنا. البرودكشن ده عايز اطلع البرودكشن ده هو كل فيلم مشهد صامت محدش يتكلم فيه. محدش يتكلم فيه، بس عايز والباب بيتفتح في الاخر. الكلام ده طبعا حصري جدا. ده اللي احنا بنصور بيه حالا، وده انسان معقد نفسيا. ماليش دعوه بيه. فانا مش شايف انا طالع ازاي يا حبيبي. بس يا بابا بص يا عمر، بص يا حبيبي، بص يا عمر اقفل. انا هقفل الفلوج هنا ولا هنا؟ لا اقفله هنا. هنا في الصغيره. طيب اعملوا يا جدعان سبسكرايب من تحت هنا، وقولوا لاصحابكم واهاليكم ومامتكم وباباكم وبتاع يعملوا سبسكرايب لعبد الله وسيا، مش وصايا، لان هو قال قبل كده ان هو مش بتاع كشري. وسيا قشطه. سلام.